Me llamo Lionel Messi, tengo 13 años, juego de media punta y... ¿Cómo te inicias en el fútbol? Bueno, jugué en un club, empecé jugando en un club de barrio. أهلا وسهلا. عدنا لكم بواحد الموضوع اللي هو موضوع شيق. في يوم من الأيام عام 1987 في شهر 6 نهار 24 كان الجو ممطر في جنوب مدينة روزاريو في مقاطعة سانتا في بالأرجنتين. تما كانت واحد المستشفى فيها واحد المرأة حامل في الشهر الثامن، وكانت في واحد الدرجة حرجة وفي وضع جد سيء لدرجة أن الأطباء قالوا لها يا إما نولدوك ولادة قيصرية ولا نخسروك أنت والطفل مع بعض. لكن شاءت الأقدار أنهم يولدوها ولادة قيصرية، وكانت صحة الابن جد جيدة. الغريب في الأمر أن الأب من اللي عرف بأن عنده ابن ما تقبلش الموضوع، لأنه عنده 2 أولاد وكان كيتمنى تكون عنده بنت، ولكن ما عمره تخيل أو جات في باله بأنه غيكون هذا هو ليونيل ميسي. وفعلا الأب قرر أنه يسمي الابن ديالو ليونيل ميسي نسبة إلى اسم جده. الأخوان طبعا هما 2، واحد أكبر منه ب5 سنوات والآخر 7 سنوات. الأول اسمه رودريغو والثاني ماتياس. طبعا الأب ميسي خورخي كان كيعمل كرئيس قسم بشركة خاصة لصنع الفولاذ، وأمه سيسيليا كتعمل في ورشة للمعادن. ومادام الأب والأم كانوا مشغولين وما كانش حتى شي واحد كيحط تركيز على الابن، هنا غتدخل الجدة ديال ميسي من طرف الأم، هي اللي غتكون سبب في انفجار الطاقة ديالو، وهي اللي رجع لها الفضل فيما هو عليه حاليا. كيفاش؟ لأن جدة ميسي أصلا كانت كتاخد خوتو اللي كبر منه للتدريبات كل ثلاثاء وخميس لواحد المنتخب محلي متواضع في حي، لأن الأب والأم كانوا مشغولين كيف ما قلنا، وهي كانت مشغولة بالأولاد. وفعلا من أول نهار شافت ميسي كيلعب بالكرة القدم حسات وعرفات بأن عنده واحد الموهبة ماشي بحال خوتو، وأنه موهبة مختلفة. واحد النهار ملي كانوا في ملعب اللي كاين في الحي ديالهم كانت واحد المقابلة ديال الأطفال الصغار، ناقصهم واحد في الفريق، والجدة هي تقترح على المدرب ديالهم الطفل ميسي. علاش؟ زعما باش الفريق يكون متكافئ 11 لاعب ضد 11 لاعب. لكن الجدة مشات عند المدرب أرابيتشيو وقالت له عندي الولد اللي يكمل لك الفريق، ما اختارش اخوان ديال ميسي، اختارت ميسي بالضبط. لكن المدرب مباشرة رفض وقال لها هذا الولد باقي صغير ممكن يتأدى إلى يلعب مع أولاد كبر منه. الجدة أصرت أنه يلعب معهم، وهنا المدرب قال للجدة غادي نلعبوا ولكن على مسؤوليتك إلا وقعت ليه شي حاجة. فعلا المدرب دخل ميسي المباراة وخا ما كانش مقتنع به، ولكن أول ما بدات المباراة المدرب تصاب بواحد الدهشة وواحد الذهول، وعرف بأن هذا الولد غير عادي من زمان، وكنقول بأنه هو موهبة محال تكرر، بحيث بنى نفسه بنفسه. وهنا الجدة غترغب المدرب أنه يكون هو المدرب نتاعو ويكون هو المسؤول عليه في هذه الفترة القادمة. كان ميسي واحد الشخص صغير وهادئ وكيحب كرة القدم، منتظم في التدريبات ديالو لدرجة أنه واحد المرة كان مشارك في واحد المباراة لكرة القدم وقالوا له أن الفرقة اللي غتربح غادي يعطيهم دراجة هوائية. فعلا ميسي ملي سمع بهذه الجائزة تحمس بشكل كبير، ولكن الصدمة الكبيرة أنه ملي جات المباراة ميسي مازال محضر، مع العلم أنه هو أكثر واحد كان متحمس. للأسف أنه ملي كان داخل الحمام الباب تقفل عليه لداخل. طبعا الأب والأم تاعو كانوا في العمل وما كاين حتى شي واحد اللي يحل عليه الباب، ولكن للأسف المباراة بدات ما كان عليه غير يهرس الزجاج ديال النافذة نتاع الحمام ويخرج منه، وبسرعة اتجه المباراة وتماك وقعت له الصدمة، بحيث أن الفريق اللي ضدهم رابحهم ب2-0 وباقي 20 دقيقة
وفي الحين طلب المدرب أنه يدخلوا، ومن اللي دخلوا ماركا على الفريق الثاني 3 أهداف. وفعلا فريق ميسي فاز في المقابلة وربحوا الدراري كلهم درجات هوائية، وهذا الشيء كله بسبب ميسي في 20 دقيقة. ومن تماك بدات المسيرة نتاعو من نادي لنادي حتى وصل نادي اولد بويز. ومن اول تمرين له في اولد بويز المدربين والمستشيرين كيحكيو بانهم مذهولين بالموهبة اللي عنده. وفي سنة 1996 سافر ميسي لمدينة ليما عاصمة بيرو، وشارك فيها بالبطولة شارك في هذه البطولة أكثر من 25 نادي، وفاز نادي اولد بويز من بين 25 نادي، وأخذ ميسي جائزة أفضل لاعب في هذه البطولة. استمر ميسي في اللعب حتى تلاقى بالمدرب أدريانو كوريا في سنة 2000 اللي اكتشف بأن البنية الجسدية لميسي فيها شي حاجة غلط، بأنه أقصر من أبناء جيله، وكان الطول تاعو 120 سنتيمتر وهو في العمر ديالو 13 سنة، ويعتبر جد قصير. رغم ذلك كان كيلعب بطريقة مذهلة. وهنا الأب نتاع ميسي قرر أنه يزور الطبيب اللي قال لهم أنه عنده نقص في هرمون النمو. وهنا ميسي سول الطبيب واش ممكن يلعب كرة القدم؟ ضحك الطبيب وجاوبه وطمئنه وقال ليه عادي ممكن تلعب كرة قدم، ولكن كاين العلاج، وهذا العلاج مكلف جدا، والعائلة نتاعو مستحيل تقدر تتكلف بالعلاج، وهي عبارة عن حقن هرمون النمو. ما كتخادش شهر أو شهرين، لا كتخاد لعدة سنوات، وكل إبرة غالية. حاول الأب أنه يغطي التكاليف هذه الإبر، ولكن ما قدرش لأنها كانت جد مكلفة. وهنا قرر أنه يلتجئ لنادي اولد بويز فين كيلعب ميسي باش يتكفل به. وفعلا النادي ما رفضش طلب الأب نتاعو وغطاو هاد التكاليف، لكن من بعد بدات كتراكم الديون والنادي ولا كيتماطل، والأب خاف على الابن نتاعو ميسي وحاول يشوف شي نادي آخر يتكفل بالابن. وفعلا لقى واحد النادي اللي قرر يتكفل به، لكن خاص الموافقة تاع النادي اولد بويز، وهذا الأخير موافقش على تنقل ميسي لنادي الآخر. وفي هذه الحالة أب ميسي اللي كانت عنده ثقة في الموهبة نتاع الابن ميسي حاول يقلب على حل آخر، وهو أنه يتواصل مع واحد الشخص في نادي برشلونة اسمه جوزيب ماريا، وعطاه واحد الشريط فيديو فيه المهارات واللعب ديال ميسي. هذا الأخير من اللي شاف الفيديو أعجب بالموهبة نتاع ميسي، وبسرعة طلب من إدارة برشلونة أنهم يتعاقدوا مع هذا الطفل ويتكفلوا بالعلاج نتاعو كاملا. وفعلا تكفلوا به، وقالوا الأب أن ميسي لازم يعيش عندنا على قبل العلاج نتاعو يكون قدام عيوننا. فعلا انضم لفريق النادي برشلونة، ومن تماك وهو انفجر ميسي مع هذا النادي برشلونة، وبدا كيحصد الألقاب وجوائز. فاز ب35 لقب من نادي برشلونة، 10 ألقاب من دور إسباني، 4 دوري أبطال أوروبا، 7 ألقاب كأس الملك، ومجموعة من الجوائز والألقاب، وسجل أكثر من 750 هدف، غير الإنجازات الفردية منها 6 أحذية ذهبية لأول مرة بكرة القدم، وأخيرا اللي كانت كأس العالم 2022. بصراحة أنا عاشق لرونالدو، لكن ميسي لاعب لن يتكرر، يعني لاعب ممتع جدا عند مشاهدتك للمباراة، لاعب أسطورة في تاريخ كرة القدم بإنجازاته وإحصائياته وهوسه بكرة القدم التي ورثها من جدته، والتي يرجع لها الفضل لما هو عليه الآن. ميسي أسطورة لن يكررها الزمن. مع تحيات محمد بساط.